بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك واحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي مشرفيني ومنوريني. ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. لبنا ندعي البعض الاول ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وفك كرب كل مكروب. اصلح لنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكبر خاطركم ويصلح حالكم وحالنا وحال الناس كلها ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب. اللهم امين. ايه يا نور، انت كان عندك الحرب العالمية في المطبخ؟ عادي، ده رزقي يا ولاد، رزقي والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد دائما وابدا. دايما ربنا يجعل حوضي مليان مواعين، ومواعين يعني خير يعني رزق يعني الحمد لله. اللهم لك الحمد دائما وابدا على كل حاجه. انا مش زعلانه والله العظيم، حتى لو تعبانه ومش قادره اغسل واغسلهم بكره برضك ما زعلانه. المهم ان هم بتغسلوا، المهم ان هم بيرجعوا يتملوا تاني، فدي نعمه وفضل من عند المولى عز وجل. المهم جبت حته سلكه نظيفه عشان اغسل الحاجات دي، وجبت برضك وليفه معايا في الطبق بتاع الصابون يعني. المهم لميت الحلل على الجنب، كلها حاجات سهله يا جماعه يعني، شويه حاجات مش كتير قوي يعني، اكترهم حلل حاجات انا ما اعرفش هم والله سببهم ايه، بس هم موجودين. مش مشكله. المهم طمنونا عليكم واخباركم ايه، ويا رب تكونوا دايما بخير وصحه وسلامه. وشكرا على كل اخواتي الجداد اللي بيخشوا عندي، حتى لو واحد بس، شكرا منوريني ومشرفيني. شكرا على كلامكم الطيب، شكرا على وجودكم دايما معايا. ما حدش يزعل مني ان انا بشكركم كتير، كل واحد له حق الشكر وحق الواجب لازم ياخده. اكتبوا لي بقى انتم منين، واول مره تشوفوا القناه امتى، وكل الحاجات الحلوه دي، ولايك وشير بقى القناه عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. قولوا امين يا رب العالمين، واجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسعاده، وكل اللي بتتمنوه يا رب تنولوه. اللهم امين. واهم حاجه ربنا يكفيكم شر المرض. اللهم امين يا رب العالمين. انا زي ما انتم شايفين، المهم ان انا بغسل بقى، وايه ما اقولكوش يعني البت شغاله ايه. الله ينور. اتبنى الكاميرا اساسا في وسط كل هذا التليفون فصل لانه عايز يتفضى، فانا ما خدتش بالي والله العظيم. انا بس هجي في الالمونيا كده تقريبا في الاخر، انا ببص بظروفها يعني، بشوف التليفون شغال ولا فصل، لقيته اصلا مطفي. فاللهم لك الحمد دائما وابدا. بتعملها معانا كتير في احسن العائلات. زي مثلا انا اكون مصوره مقطع واجي ابص الاقيني مسحته، ما شاء الله ربنا يزيدك بركه يا بتشي نور. الحمد لله. المهم ان انا قلت ابدا كده بالمواعين، انشطكم. عندها شويه مواعين، اللي عندها الحوض مليان، اللي عندها حتى لو ضلفه عايزه تنضفها وتغسل المواعين اللي فيها وتمسحها وتنشرها يعني تسيبهم ينشفوا كده، وبعدين تحطهم تاني. البنوتات الجميله اللي لسه متجوزين، للستات اللي بتعين المواعين بميتها وترجع تقول عند صراصير وعند مش عارفه ايه، نشفي مواعينك. انا ممكن اسيب المواعين في الصفايه كده ساعه واتنين، المهم عين المواعين ما فيهاش نقطه ميه. اللي بيخلي فيه صراصير في المطابخ الا وهو الميه. ما تخلي، شوف انا بغسل الارضيه وبغسل الخشب من بره، بس ما بخليش عليه ميه، بنشفه على طول. والمواعين لازم تتعان ناشفه، لازم تتعان ناشفه. البلاستيكيات لازم تتصفى وتدعك كويس يعني ما تخليش البلاستيكيات بتاعتك فيها حاجات سودا كده، لا، فرشه سنان حلوه كده نظيفه، فرشه من بتوع الوقتي بتتشرى فرش للمطبخ يعني. نظفي حاجتك وروقيها وخليها حلوه وخلي ريحتها حلوه. نظافه بيتك من نظافتك، نظافه بيتك هو عنوانك انتي. ما بقولكيش اهلكي صحتك، بقولك على مهلك واحده واحده. كل يوم اعملوا حاجه، نظمي ونساقي وعيشي كل حاجه حلوه في حياتك. صدقوني والله العظيم احنا ما احناش واخدين من الدنيا اي حاجه غير راحتنا النفسيه. ربنا يهدي لنا نفوسنا. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى جيت بعد ما غسلت الاطباق والمعالق والحاجات دي كلها، كان عندي حاجات ألمونيا كده، فقلت برضك بالسلكه والصابونه اللي انتوا عارفينها بقى البلدي كده، وندعكم دعكه حلوه عشان هنستخدم الحله دي دلوقتي، وهنشوف هنطبخ ايه. هنخلص الحوض ونغسله وننضفه ونخلي ريحته زي الفل. انتوا شايفين الاوكس اللي انا جايباه الوقت هتشوفوه على الحوض ده. عايزه اقول لكم بخلي ريحه الحوض فله، فوط المطبخ كل حاجه. الكيس ب10 جنيه بس اهو. عايزه اقول لكم بخلي ريحه الحوض جميله جميل. ادلقوا منه شويه كده وشغلوا الميه السخنه، لو عندك ميه سخنه على الحوض او كاتل ميه كده هينضف لك الحوض ويخلي ريحته حلوه قوي. ما شاء الله اللهم بارك. يعني هو ب10 جنيه يفضل معاكي كتير يعني، يقعد معاكي اكتر من اسبوع والله. لو انت استعملتيه حبه بحبه كده، كل ما تخلصي كده اغسلي حوضك ونضفي. اهو كيس الاكس ده ب10 جنيه. هنا كمان كنت غاسله البرطمانات بتاعه البهارات، كانت خلصانه، كان في شويه حاجات كده حطيتهم في اكياس
هنا بقى هنعمل ايه؟ يلا بقى نخش على الاكل. هنعمل كشري وبطاطس وبرنجان وحبشتكنات كده بتاعت الكشري. نسمي الله ونصلي على النبي كده عشان ربنا يبارك لنا في كل حاجه بنعملها. انا جبت رز وكشري. شوفي بقى انت المعيار بتاعك. الناس بتحط مثلا كوبايه رز وعليها نص كوبايه عدس، براحتك انت بقى. شوفي بتحبي العدس اكتر الرز اكتر. برضو كل واحد في اكله بيختلف عن التاني، كل واحد في حبه للحاجه اللي بيعملها وتوفيره. شوفي انت حابه توفري رز، حابه توفري عدس، لكن مطلق الحريه. هو ده اللي انا شايفاه مناسب لي انا بعمل. وطلعت كمان بتنجان وبطاطس نعمل ايه؟ كل واحد بيضة تقريبا يعني. اللهم لك الحمد. لازم انتوا شايفين بقى، جبت الحله وحطيت فيها شويه زيت. هسيب بس الزيت يسخن. الكشري بالذات ما تكترلوش ميه لان العدس بيعجن. تمام تمام. هنا بقى قلت عم الزيت يسخن كده والحله تسخن اكون انا ايه؟ قشرت البرنجان. قلت اقشر برنجانيه يعني، بس بدل ما انا واقفه كده ايه نشغل الدنيا كده عشان مفيش حاجه تعطل يعني. ربنا ما يجيبش عطل ابدا. البرنجان كان مسكر قوي حلو. اللي كانت راحه دي راح على بقي اكيد يعني، ما تروح فين. المهم هنا الزيت سخن، قمت حاطه الرز كده. شوح تشويحتين كده بشويه ملح. احنا بنحب الرز اصفر يعني، لونه اصفر زي الرز البسمتي كده، فبحط عليه كركم. ما بيبانش طعمه اساسا، بس حلو قوي. الكركم حلو قوي قوي يعني، العظم والحاجات دي. فحطيه مش هيبان، لون الرز بيبقى تحفه والله. لو مش حابه تحطي ما تحطيش، خلي الرز اصفر عادي كده، لكن مطلق الحريه اهو. هنقلب بقى كده عشان يبقى لونه حلو كده. انا كل اللي حطيت شويه ملح، اللي هو الملح الابيض العادي، وشويه كركم. عايزه بقى تحط كمون، في ناس بتحب تحطه بالكمون. احنا بقى في مصر في ناس بتطبخ الكشري ده، بتطبخه بتقلله بتاع بصلايه. في ناس بتعمل له صلصه كشري. فلكن مطلق الحريه. انا اعرف ان الاسكندرانيه بيعملوا له صلصه جنبه، بيعملوا صلصه حمراء كده زي الكشري كده ويحطها جنب. واعرف ناس بيقللوا بصلايه وبيبقى رز متقلله زي رز السمك كده. فاعملي اللي انت بتحبيه. احنا بقى بنحب رز اصفر زي ما انتم شايفين كده. هو ده مزاجنا، وهو ده اللي ايه طايق في دماغنا. فاحنا بنعمل اللي احنا بنحبه. انا ولادي بيحبوه بصراحه، بيحبوا الاكله دي قوي. فبألف هنا لهم، وبألف هنا للي هيجربها ويعملها ان شاء الله. دي اكله عاديه وبسيطه يعني، كانت اتفه اكله في الاكلات كلها. اتفضلوا بقى شوفوا هي بتكلف قد ايه الوقت. بس انا زي ما بقول لكم، لو دورنا على التكلفه مش هنعيش. اللهم لك الحمد. كنت قطعت البطاطس وقطعت البتنجان، وجت بقى عشان اجيب حاجه السلطه. لقيت الطماطم عندي خلاص بدات تبوظ. اسكت انا؟ لا ما اسكتش. حطيت الطاسه على النار، وكنت حطيت بقى شويه ملح على البرنجان عما قطعت البطاطس. ومسكت شويه طماطم قطعتهم هعبهم في الكيس. انا ما عنديش وقت ان انا صلصل يعني. فالمهم قلت ايه خساره، بدل ما يبوظوا هعبهم في كيس واحطهم في التلاجة. لو عوزتهم في اي اكل هطلعهم مفرومهم في الخلاط. تمام تمام. اي حاجه عندك هتبوظ الحقيقه قبل ما تبوظ خساره. كل حاجه علت غاليه وكل حاجه علت بفلوس. هنا زي ما انتم شايفين طلعت حاجه السلطه، فلفل وطماطم. احنا هنعمل 3 انواع سلطه، لكل واحد بياكل نوع سلطه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يلا نعمل ايه؟ هنا بقى زي ما انتم شايفين هعبي الطماطم. جبت اكياس، دايما خلي عندك اكياس التخزين والكياس الكبيره والاحجام. يا رب جيب 10 جنيه كل مره حتى ب10 جنيه هتلاقي عندك كميه اكياس. وقت ما تعوزي هتلاقي عندك كل حاجه في بيتك ماليه بيتك زي الفل. ربنا يجعل عندكم خير الدنيا كله، اللهم امين. هنا زي ما انتم شايفين اهم حاجه زي ما قلت لكم اهو. تك على الكيس، طلعي الهواء، هتاخدي احلى تفريز وحاجتك هتبقى فريش 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 يعني. هنا زي ما انتم شايفين اضغطي على الكيس كده، طلعي كل الهواء اللي فيه زي المكبس كده، واضغطي عليها وطلعي. شوفوا ما عادش فيه اي هواء ولا اي حاجه خالص. الكيس يبقى مبطط كده وما ياخدش كمان مكان في الفريزر. ايا كان فاكهه طبيعي صلصه ايا كان اعملي كده. المهم قلينا البرنجان وما طولش عليكم يعني، اكيد انتوا عارفين آلية البرنجان. ودي خلطه الفلفل اللي انا حطاها بسم الله الرحمن الرحيم في الفريزر. كنت طلعتها قبلها بشويه عشان تفك. وحطيت حبه كزبره. الله اكبر، الله اعظم، والعزه لله وحده لا شريك له، كل شيء قدير. حطيت بقى شويه كمون وشويه كزبره وحبه ملح ولو عندك بقى حبه بابريكا حبه شطه تبع ما انت عايزه، بس الفلفل كان فيه فلفل حامي. وجبت كده ليمونتين هنعصرهم ومعلقتين خل. وكلي احلى تتبيله برنجان بألف هنا لكل من ياكلها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت سبت البطاطس شويه لان انا قلت اخلص من البرنجان، لان كان لسه مش هياكله دلوقتي يعني. فقلت اعمل الدقه واعمل البرنجان وبعد كده ايه ابقى اعمل البطاطس.
بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا بعمل ارضيه للبرنجان عشان يبقى متملح من فوق ومن تحت وكل حته فيه متملحه. بس حط بقى عليه الخلطه واحده واحده كده، واعملي بقى اللي انت عايزاه. عايزه تهرسيه في بعضه، عايزه تحطيه في الاطباق زي ما انا هعمله كده. انا عامله طبقين لان احنا بنحبه يفضل لتاني يوم يعني، مش اول يوم بس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا زي ما انتم شايفين اهو، حطي بقى كده وظبطي دنيتك وحطي الخلطه عليه. اللي بيحب البرنجان هيحبه ويعمله، اللي ما بيحبوش اكيد كل واحد وله نفسه زي ما قلت لكم، مش كلنا بنحب كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. بس هو بيبقى حلو قوي مع الكشري. عايزه تعملي مسقعه ناشفه كده مع الكشري برضو بتبقى حلوه وزي الفل والله. ربنا يوسع رزقكم يا رب، ويوسع عليكم وجعل عندكم الخير دايما، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى خلصنا البدنجان وروقنا الدنيا شويه، وهنقل البطاطس. كنت انا بقى رحت اعمل برضو بنضف حواليا وبعمل يعني مش واقفه للطبخ بس، لو في حاجه مثلا عايزه اعملها في الاوضه، عايزه اعملها في الصاله كاري ماني برضو بعملها يعني بنجز. هنا بقى خلاص بعد ما الاكل خلص، قليت البطاطس بتنجان، عملت سلطه ببصل، سلطه بخيار، بيض، عملت سلطه بخضره وفلفل، كل واحد له نوع سلطه. يلا ربنا يقوينا يا رب. الحمد لله. نغرف رزنا بقى ونشوف اخر حاجه معانا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده اكلنا خلص، نحمد الله على كل حال. اللهم لك الحمد دائما وابدا. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم، اتمنى اكون بقدم لكم ولو حاجه مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.